استاذ جمال الدين حسين معانا، كاتب الصحفي في صحيفه العرب الناصريه، والاستاذ محمد البرغوثي كاتب الصحفي في صحيفه الاهرام والمشرف على ملحق التحرير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه وللساده المشاهدين. التغييرات دي في حد ذاتها فيها انجاز كبير وشيء يسبب نوع من الراحه النفسيه لجمهور الصحفيين في غالبيته ولجمهور قراء الصحف والمجلات في مصر، وهو أن جميع مماليك جمال مبارك وعصر لجنة السياسات قد أزيحوا عن قيادة الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفية. والقراء والصحفيين عارفين ماذا أقصد بكلمة مماليك. هؤلاء الذين كانوا قد نظروا أنفسهم لخدمة مشروع التوريث في مصر. فإذا كانت ثورة 25 يناير قد أزاحت حسني مبارك عن سدة الحكم في مصر، فهذه التغييرات قد أزاحت مماليك الصحافة وخدم مشروع التوريث عن قيادة الصحف والمجلات والمؤسسات القومية. فدي هي أكبر إيجابية. هناك علامات استفهام حول المعايير التي استند إليها في اختيار تلك القيادات. وما هي تلك المعايير؟ لأن لو قلنا معيار الكفاءة المهنية أخذ به نسلم بالنسبة للناس وأذكرهم بالاسم، زي عبد العظيم حماد، زي الزميل الأستاذ لبيب السباعي، زي محسن حسنين، زي إبراهيم خليل في روزا اليوسف. هؤلاء كانوا ينبغي لو أخذنا بمعايير الكفاءة المهنية وغيرهم، أنا لا يعني أنا بأذكر هؤلاء على سبيل المثال. طب نسبة كام كانوا حسب التقاليد المهنية؟ نسبة كام؟ لا، ما نقدرش نقول نسبة كام، لكن من الذي صنع تلك التغييرات وأي المعايير استند إليها في اختيار هذا عن ذاك؟ الدكتور يحيى جمل بمعرفته المحدودة جدا بأوضاع المؤسسات الصحفية القومية ومشاكلها الداخلية وأساليب إدارتها؟ لا، مهندس عملية التغيير هو الأستاذ جلال دويدار، رجل ينتمي إلى عصر حسني مبارك، وأزعم أنه هو مهندس عملية التغيير من خلال صلاته وصداقاته بقدامى رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير. هو الذي رشح أسماء، ودون أن أذكر أسماء عشان ما تبقاش المسألة شخصية، في أسماء فوجئنا بيها قيادات لمؤسسات صحفية وقيادات لصحف ومجلات. عايزين نعرف إيه الأسس. قبل كده كان في عصر ما لما كان السيد صفوت الشريف موجود وزيرا للإعلام، كانت مباحث أمن الدولة، وصفوت الشريف وترشيحات رؤساء المؤسسات هي التي تصنع عملية التغيير. امال مين دلوقتي؟ ثم جاءت مرحلة لجنة السياسات. اوعى تصدق حضرتك ان ما يسمى مجلس الشورى الذي ذهب ونتمنى الا يعود كان بيختار قيادات صحفية. ده كان اعضاء اللجنة العامة بيبصموا لا مؤاخذة في اللفظ على الورق اللي بيجي لهم بتعيين س او صاد او عين في منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير. المرحلة الحالية دي في علامة استفهام غريبة جدا حوالين الأسس الموضوع. في ناس محترمة وكفاءات مهنية، لو أخذ بأسلوب الكفاءة المهنية والعلاقات الإنسانية مع باقي الزملاء داخل المؤسسات كان ينبغي أن يكونوا قيادات صحفية منذ سنوات مضت. وأنا ذكرت بعضهم زي محسن حسنين في أكتوبر، عبد العظيم حماد في الأهرام، لبيب السباعي، وانا مش عايز اذكر بقيه الاسماء لان ممكن يخونني هذا او ذاك، لكن انا بقول دولت على سبيل المثال. لكن هناك اسماء اخرى علامات استفهام تبدو غريبه، كيف جاء هؤلاء؟ استاذ محمد، تتفق ام تختلف؟ هو طبعا انا بتفق مع الاستاذ جمال الدين حسين، لكن عاوز اضيف حاجه بسيطه، يعني انه نحن نذكر جميعا هناك ازمه شديده الخطوره. احنا فاكرين انه هناك جيل مزمن ابتليت به الصحافة المصرية عموما، هو جيل إبراهيم نافع وإبراهيم سعدة وسمير رجب. وانتوا فاكرين الجيل ده قعد قد إيه؟ إبراهيم نافع قعد على رأس الأهرام حوالي ربع قرن تقريبا. في الربع قرن أهلك عدة أجيال، أهلكها هلاك مدمر. الناس جالها الضغط وجالها السكر وماتت، ناس يعني تكلست وأصيبت بإحباط وأصيبت بحالة من الكفر بالمهنة وبالبلد وبكل شيء.
ناس لحقوا نفسهم بدري وفهموا أنه هذه مرحلة ستطول وأنه لا أمل على الإطلاق من المقاومة، فانضموا إلى الركب وفسدوا فساد مروع ومنحط، وتحولوا إلى فاسدين. هم كانوا مهنيين ومهنيين كويسين جدا، وكان ممكن أن يضيفوا إلى المهنة، وما كانوش يعني ما كانوش فاسدين بالسليقة يعني، وكان عندهم استعداد ان هم يشتغلوا بما يرضي الله، لكن طال الانتظار. فلما مسؤول واحد يقعد ربع قرن فدمر مبدأ تداول المناصب القيادية في المؤسسات الصحفية، شأنها شأن تداول المناصب القيادية ومناصب الإدارة العليا في شركات قطاع الأعمال. احنا عندنا شركات قطاع الأعمال لو انت فاكر وانت محرر اقتصادي، قعد فيها رؤساء مجالس إدارات لربع قرن أيضا، ولسه على فكرة ولسه موجودين. ولما جم يدوروا على حد يمسك وزارة الاستثمار ما لقوش، فجابوا أحد الرؤساء المزمنين، يعني جابوا الموزي اللي هو يعني بقى أنا اتولدت وأنا بسمع اسمه يعني، صحيح، يعني وعيت على الدنيا وهو مسؤول ورئيس مجلس الإدارة، وقاربت أن أتركها وهو ما زال رئيس قبض، لا وبقى المسؤول عن ملف قطاع الأعمال العام، يعني منصب الوزير يعني تنفيذيا بقى في ايده. احنا عندنا نفس المشكلة في الصحف. فترة طويلة جدا قضاها هؤلاء الثلاثة المزمنين على رأس المؤسسات الصحفية الكبرى، إلى أن أهلكوا أجيال كثيرة جدا خرجت، وأجيال فسدت، وأجيال أحبطت وتركوا المهنة. تبقى جيل الوسط وما بعد الوسط اللي هو احنا، فيهم ناس كتير جدا يستحقوا. يعني في ناس كتير جدا. أنا عندما أراجع الأهرام أنا أستطيع الآن، كانوا جم في فترة يقول لك بس هيجيبوا مين؟ لا، الأهرام فيها حوالي 30 واحد، صح، 30 صحفي محترم و30 كاتب مرموق، وربما أكثر كثيرا، لأن هناك أناس لم يتح لهم أن يكتبوا في أي مكان على الإطلاق، ولم يختبروا اختبار حقيقي. هؤلاء ممكن يعملوا حالة من الحيرة لدى صانع القرار أو متخذ القرار، أخذ مين واسيب مين. فواحد زي الأستاذ عبد العظيم حماد عليه نسبة كبيرة جدا من التوافق، لكن هناك نسبة أيضا من الأسئلة حوالين طب ليه فلان لا، واخد بالك؟ وممكن يكون عليه برضو نفس النسبة من التوافق، ولو كان جه مش كده؟ ولو كان جه كان هيبقى برضو طب ليه يا عبد العظيم حماد لا؟ يعني لو جه سين أو صاد أو عين، في 10 زيهم زي عبد العظيم حماد في المؤسسة. بعض الذين جاءوا يعني ما تقدرش تقول عليهم بأمانة ان هم غير فاسدين، لا ده هم فاسدين. فاسدين مهنيا طبعا، فاسد مهنيا وفاسد بالمعنى الحرفي لكلمة فاسد. ما هو انت لما تكون قضيت عمرك كله تشتغل مستشار لمجموعة من الجهات، انت المفروض ان وتقبض منها وتتقاضى منها رواتب، وانت صحفي في النهاية المفروض ان تكشف الفساد داخل هذه المؤسسات ايا كانت نوعيتها، فانت متستر على فساد وبتقبض ثمن هذا التستر. بعض المؤسسات الصحفية أوضاعها لا تحتمل التغييرات المتكررة، زي لن أذكر أسماء، يعني على سبيل المثال في مؤسسات تحتاج إلى كفاءة صحفية وإدارية لقيادتها وإخراجها من العثرات التي أورثت لها. جرى تخريب بعض المؤسسات الصحفية. يعني أنا أقول لحضرتك إيه، أنا جايب معايا نسخة من روزا اليوسف الجورنان، كتب مقالة كاتبها الأستاذ كرم جبر من سنتين عن الأوضاع التي ورثها والتخريب الذي جرى في روزا اليوسف من القيادتين السابقتين عليه. الديون وصلت إلى قد إيه، حالة المطابع إيه، كيف تم إنشاء شركة وهمية لتوزيع مجلتي روزا اليوسف وصباح الخير. طب ما كانوا بيتوزعوا قبل كده عن طريق توزيع الأهرام أو توزيع الأخبار.
استاذ عبد القادر شهيب كان معانا من الاسبوع اللي فات، كان بيتكلم على انه في ضغوط عليه من الدكتور يوسف بطرس غالي عشان ياخد منه المطبعه الخاصه بدار صحيح. الهلال اللي موجوده ده في صحيح. 6 اكتوبر. ده كلام صحيح. وانه ما رضيش يديها له، فمورست الضغوط على الاستاذ عبد القادر شهيب، وذاك قدم استقاله اكثر من مره ورفضت ده صحيح. على هذا الاساس يعني. وبالتالي يمكن الضغوط ديت يمكن موجوده في الاهرام، موجوده في الاخبار، موجوده في الجمهوريه، وما حدش واخد باله منها. لا انا ما اعتقدش انه في ضغوط على الاهرام بالطريقه دي خالص، ولا يجرؤ حد يجي ناحيه انه ياخد مطابع الاهرام او بتاع. لا ما بتكلمش على المطابع، انا بتكلم على نوعيه الضغوط. يعني في ضغوط، هل ممكن ضغوط مثلا في الاهرام؟ الضغوط اللي كانت على الاهرام ضغوط سياسيه. ضغوط سياسيه ان تتحول الاهرام بكل مطبوعاتها الى نشرات تخدم على المشروع مشروع التوريث، واخد بالك؟ كمان تخدم على الطبقه الريعيه، طبقه المتحلقين حوالين النظام، الرأسمالية الريعية اللي ما ضافتش مصنع للبلد. هوريكم صورتين الشباب اللي ماسكين العارضه من ورا دول. الجلابيه ده المعلم ده بقى اللي نزل، بيقولوا الناس عماله تقول كلام كتير على الصوره دي على طول. لا بعد دي بص يا ريس بقى، دول ناس جابت الشبكه وعملتها ولا اخره، وبيكسروا في العارضه، وفي ناس فوق ورا، وفي واحد خلع العارضه بتاعت الجون وبيلعب بيها. فاذا انت نازل في دماغك تعمل حاجه. يعني وجهه نظري لو ربطت الموضوعات ببعضيها، ده بقى ايه ده بقى؟ طبعا ده بقى ميليشيات. ها يعني بص دي ميليشيا. دول لا ينفصلوا عن الثوره المضاده، ودول الفلول. شوف الحجر انت اللي في ايده ده في ايده الشمال. انا بتكلم على هذا الاساس. ده يعني ده هات اللي فاتت كده. انا عاوزك تتاملوا الولد الشاب ده عامل ازاي. ما ده كنت بلطجي. لا ما كنت بقول بنيانه الجسماني واللبس اللي هو ثلاثه مع بعض، دول يوحي ان هم جايين من جهه ما. دول يعني انت ملثم وهو لاخره بتاعه. دول الامن الخاص بتوع رجال الاعمال يا بيه، واخد بالك؟ يعني الله اعلم مين دول، بس يعني دول الامن. لا شكلهم هو بصرف النظر عن كده احنا نحيي الدكتور عصام شرف في مبادرته للاعتذار عن هذا. كل ده ورا لاعب من تونس. بص شايف الكلام طبعا. ده معمول بصوره لا منظمه. الناس جايه تنزل. اتحاد شباب الثوره طلع النهارده بيان اعتذر للشعب التونسي واعتذر للاعيبه التونسيين، وناشد الاخوه في تونس ان هم يعرفوا جيدا ويتفهموا جيدا ان دول الثوره المضاده، وان دول البلطجيه ورجال امن الدوله ورجال الاعمال، ولا يختلفون شيئا عن الحرس الرئاسي في تونس بالزبط. اللي ضرب الرصاص على الشعب التونسي بعد نجاح ثورته. دول ليسوا الشعب المصري على الاطلاق، دول مأجورين وسفله واوباش، ودول هم الثوره المضاده. كان موقف سليم اللي عمله الدكتور عصام شرف بالاعتذار. طبعا احنا كلنا مدينين بالاعتذار. ده امر للشعب التونسي، ينم عن عظمه مصر وعن عظمه حكومتها. في شباب النهارده ما شاء الله راحوا قدام السفاره ووقفوا وقفه طبعا كانوا بيقولوا الشعب المصري يريد الاعتذار، وكانت حاجه لا وطلعوا بيان احنا بدانا ومصر بيان ايد واحده ولا اخره.